بتبدأ حكايتنا وبنسمع جرس إنذار شغال، وفي طفل صغير ماشي بيدور على واحدة اسمها أساكا، لكن بتكون مهددة بالقتل قدامه، بس هو بيقدر فجأة يقتل اللي ماسكة السلاح عشان ينقذ أساكا منها. بعد كده بنتنقل بالمشهد لبنت بتحاول تصحي واحد، واللي أول لما بيصحى بيقول فين أساكا، فبنفهم إن هو ده جيري اللي كان بيحلم إن هو بينقذ أساكا لما كان صغير. أول لما بيصحى من النوم بتكون دونرا زميلتهم بتحاول تصحيه، بعدها بنلاقي الأجواء مش أحسن حاجة لأن في زميلة ليهم ماتت، كمان في تنين بيهاجمهم. طبعا جيري مش بيكون فاهم اللي بيحصل لان هو كان نايم طول الطريق، لكن كان واضح ان الوضع خطير جدا والتنين هيهجم عليهم بالنيران، وواضح ان دونرا خايفة جدا فبتتمسك بجيري، لكن بيقدر جيري ان هو يقتل التنين بسرعة جدا بسبب القوة الغريبة اللي عنده. وبنلاقي ان عند جيري هدوء اعصاب بيضايق دونرا جدا، لكن هو بيكمل لعب عادي وبيسألها عن سبب اللي بيحصل ده كله او ازاي وصلوا للمرحلة دي. فبتبدأ دونرا تحكي انهم كانوا في الاتوبيس عشان يعملوا رحلتهم المدرسية، لكن فجأة أول لما بيخرجوا من النفق بيلاقوا الدنيا بقت نهار مع إنها كانت بالليل. فبتظهر واحدة اسمها شيان بتقول لهم إن ده عالم موازي، هي اللي عملت لهم استدعاء هنا عشان تشوف مين اللي عنده قوة كبيرة، لأن هو هيكون من الحكماء في العالم ده. كمان بتقول المعلم والسواق عشان ضايقوها، فبتبدأ إنها تدي القوة المختلفة للطلاب، لكن دونرا مش بتاخد أي قوة. ولما بتسأل شيان عن السبب بتقول لها إن هي مش هتكون حكيمة. فبتبدأ أول مهمة للطلاب إنهم يوصلوا المدينة من غير ما يموتوا لأن التنين هيهاجمهم، وفعلا بيبدأ طالب فيهم يجمع قوتهم عشان يكون هو القائد واسمه الجنرال. بعد كده بنلاحظ ان دونرا وجيري كمان معاهم شينوزاكي وكيرو، هم بس اللي مش معاهم قوة خارقة زي الباقيين. الطلاب كلهم بينزلوا وبتحاول دونرا تصحي جيري، لكن هو بيكون نايم بعمق. فبنشوف بعدها الجنرال اللي بيقول ان هو هيستخدمهم كطعم عشان التنين يهجم عليهم، وهو مع الطلاب يقدروا يوصلوا المدينة بامان. طبعا بتكون دونرا خايفة جدا، كمان بيشوفوا التنين اصحاب شينوزاكي. بنرجع بعد كده لجيري ودونرا مرة تانية، واللي بتسأله ازاي التنين مات، فبيقول لها ان التنين اتصدم بالارض وبعدها مات، لكن هي مش بتكون مصدقاه. فبيخرجوا من النافذه وبيكون قدامهم 3 اماكن يروحوا فيهم، اما الغابه او الجبل او المدينه، لكن دونرا بتلاحظ ان في حاجه بتطير عليهم من مسافه بعيده. جيري بيقول ان نظر دونرا قوي جدا من مسافه بعيده. بعد كده بنلاحظ ان اللي بيطيروا دول من زملائهم اللي كانوا معاهم، بيحاولوا انهم يضايقوا دونرا، كمان بيكونوا عايزين ياخدوها معاهم. طبعا هي بتكون خايفه منهم، لكن جيري بيقدر يقتل اللورد بتاعهم. كمان لما واحد تاني بيتحرك بيقتله عشان هو قال محدش يتحرك، وبيتفضل اخر واحد فيهم واللي بتكون عنده مقدره الدواء المعالج، لكن مش بيقدر يعالجهم لانهم ماتوا اصلا. والولد ده بيكون اسمه دايمون، وبيكون خايف جدا من جيري، لكن بيحاول يقتله بالخيانه، بس جيري بيحذره للمره الاخيره ان هو لو موقفش هيضطر يقتله فورا. بعد كده جيري بيشرح القدره بتاعته، وان هو بيقدر يقتل اي حد بمجرد التفكير في ان هو عايز يقتله، او حتى اذا كان الشخص ده شرير. دايمون بيكون خايف فبيقول ان هو هيكون الخادم بتاعهم المخلص، وبيلبس نفسه طاقه عشان يكون مطيع للاوامر بتاعتهم. فبيقول له جيري ان هو يروح عند الغابه ويفضل هناك، كمان ما يقولش لحد عن اي حاجه شافها مع جيري. وبيوافق دايمون، لكن الغابه بتكون مرعبه. كمان بيخليه يسيب كل الجواهر والفلوس اللي معاه عشان يستخدموها في السفر. بعد كده بيبدا جيري يفكر هيعمل ايه مع دونرا، كمان هي بتكون خايفه منه، لكن هو بيقول انهم هيفضلوا مع بعض لحد لما يخرجوا من العالم ده. وبنشوف بعد كده الحكيمه شيان داخل عليها المساعد بتاعها، بيقول لها تقرير الوضع اللي حصل مع الطلاب، وان في 4 ماتوا، وهي بتكون متوقعه ان ال4 اللي ما عندهمش قوه، لكنها بتتفاجئ لما بتلاقي انهم 2 ما عندهمش قوه و2 من اللي عندهم قوه. فبتقول للمساعد بتاعها عادي ما يقلقش، لكن المساعد بيكون حاسس ان في حد معاه السحر بتاع القتل الفوري، لكن الحكيمه بتقول له ان الامور طبيعيه. بعد كده بيوصل جيري مع دونرا اخيرا اول مدينه بتقابلهم، لكن بتكون البوابات هتقفل، بس بيلحقوا يدخلوا بسرعه، لكن الحراس مش بيتكلموا لغتهم. بعدين لما بيدخلوا المدينه بيجي واحد مترجم بيتكلم نفس لغتهم، بيقول ان هو عنده اوامر يساعد الطلاب المرشحين يكونوا حكماء. فبيطلب جيري منه ان هو يقول له الطلاب راحوا فين، فبيقول انهم راحوا العاصمه الملكيه، لكن مش بيرضى ان هو يدلهم على المكان لان مفيش اوامر بكده. فالراجل بيقول كلام غريب لدونرا، عشان كده هي بتمسك جيري بسرعه وبتجري بيه. حتى جيري لما استغرب فبيسالها ليه عملت كده، فقالت له عشان ما يقتلش الراجل، لكن جيري بيقول لها ان هو اكيد مش هيقتل الناس كده وخلاص من غير اي سبب. فبتظهر بنت على شكل قطه بتقول لهم ان هي عايزه تساعدهم، لكن جيري بيسالها مقابل ايه، لكن البنت بتقول ان هي مش عايزه حاجه، كل اللي هي عايزاه يكون ليها علاقات مع الطلاب المرشحين عشان يكونوا حكماء. وفعلا بتوافق دونرا ان البنت دي ترشدهم، وبنعرف ان البنت اسمها مرمر. وبعد انتهاء اليوم بنلاقيهم اتسوقوا من حاجات كتيره جدا، لكن فجاه في عصابه قدامهم عايزه تخطفهم عشان تبيعهم زي العبيد. جيري بيقول ان هو كان متوقع حاجه زي كده ممكن تحصل من اول ما شاف مرمر، فبيبدا الزعيم يتكلم انهم لو ما سلموش نفسهم هيقتلهم فورا. دونرا بتحاول تحذرهم من قوه جيري لان هو ممكن يقتلهم في لمح البصر، لكن بعدها بنكتشف ان مرمر بتكون واحده من العصابه وبيستخفوا كلهم بقوه جيري. فبعدها جيري بيوريهم قوته الحقيقيه فعلا على جزء من العصابه اللي واقفين وراه. في اللحظه دي الرعب بيمسكهم كلهم
كلهم، لكن جيري بيكمل مسيرته وبيبدا يقتل فيهم، لكن بيقتل اجزاء منهم زي العين والرجل والكتف، وفي النهايه بيتبقى الزعيم ومرمر. لكن بنلاحظ انهم خايفين جدا، حتى ان مرمر بتتوسل ليه عشان ما يقتلهاش، لكن جيري بيموتهم بس مش فورا، فبيبداوا في الجري. لكن بعد فتره من الجري بيقعوا الاتنين اموات فجاه، وجيري بيحاول يمشي من المكان اللي هو فيه مع دونرا، لكن فجاه بتظهر قائده الحرس واسمها ايدلجارد، بتسالهم عن الوضع اللي حصل، لكن دونرا بتقول ان العصابه هم اللي هجموا عليهم، فبتبدا ايدلجارد تستجوبهم، لكن المساعد اللي معاها بيقول انهم مش معاهم اي قوه من الحكماء، عشان كده صعب اننا نتهمهم في قتل العصابه دي. فبيرتاح بعد كده جيري ودونرا في فندق واحد، لكن بتظهر فجاه شبح اسمها موكو قدام دونرا، واللي بتقول لها ان هي معاها من الاول عشان تحميها من الاشرار، كمان هي اللي منع القوه بتاعه الحكيمه منها. فبتتضايق دونرا من فعلتها دي، لكن موكو بتوضح لها ان في اضرار زي ان الحكماء هيكونوا متحكمين فيها بشكل كامل. بعد كده موكو بتقول لها انها هتدربها على كل فنون القتال، كمان طلبت منها تقول لجيري عن وجودها عشان هي خايفه منه جدا. وتاني يوم بنلاحظ ان دونرا تعبانه عشان ما نامتش كويس، وكمان المساعده بتاعه الفندق حجزت القطر ليهم، وفعلا بيتحركوا في القطر عشان يوصلوا الوجهه بتاعتهم، لكن فجاه بيحس جيري بهجوم عليهم، فبيحمي دونرا من الهجوم بسرعه. وبنلاقي قائده الحرس اخذت واحد من اللي كان جيري موت عينيهم عشان توديه للحكيمه لين، فبتبدا لين تشوف اللي حصل ليه وبتحاول تعالجه، لكن كل محاولتها بتفشل نهائيا، حتى انها بتعضه عشان يتحول لمصاص دماء ويكون من الاتباع بتوعها، لكن برضه مش بينفع الموضوع ده عشان ترجع عينه مره تانية. وفجاه بيحصل عليهم هجوم قوي جدا، وبيكون واحد من فئه البطل. وبنتنقل بعدها لمشهد جيري اللي بيشوف روبوت في معركه ضد واحد من الحكماء، لكن مش بيرضى يقتل حد فيهم لانهم مش بيضايقوه او عايزين يقتلوه. وبنرجع بعد كده للبطل اللي عايز يقتل الحكيمه لين، فالحكيمه بتستغرب منه وبتقوله المفروض ان مكانه في ساحه المعركه عشان يقتل الشياطين، لكن هو بيقول ان الحكماء اشرار اكتر من الشياطين نفسهم، وبيبدا في الهجوم بتاعه لدرجه ان هو بيكسر المبنى عليها. وبنشوف جيري لما الحكيم بيحاول ان هو يضرب عليه، فبيتضايق جيري جدا، وبعدها بيقتل الحكيم بكل سهوله بسبب الغرور بتاعه لما كان عايزهم ينحنوا ليه. وبنلاحظ ان الحكيمه لين في معركتها مع البطل ما ماتتش، كمان بتبعد البطل من طريقها، وبتقول لين لقائد الحرس انها بتراقب جيري، فالروبوت بيكون خايف من جيري، فبيقول له ان هو هيساعده باي حاجه يطلبها، فبيطلب جيري ان هو يرجع العالم بتاعه مره تانية، لكن الروبوت بيقول له ان هو ما عندهوش خلفيه عن العالم بتاع جيري نهائيا، لكن بيقدر يساعد جيري في ان هو يوصف له الطريق للعاصمه الملكيه. وقائده الحرس لما بتوصل المكان اللي كان فيه جيري بتتفاجئ ان الحكيم اتقتل، وبنشوف الحكيمه لين قاعده مع الحكيمه الشيان بتوريها المقتل بتاع الحكيم. في الوقت ده بتستغرب الحكيمه الشيان ان في حد عنده قوه يقدر يقتل بيها حكيم، لكنها بتقول مش هتتدخل في الموضوع ده، المهم ان يكون في حكيم من الطلاب في النهايه. والحكيمه لين بتستدعي واحد من جنودها اسمه ماسايوكي، بتقول له يروح مدينه هانابوسا عشان يجيب لها جيري ودونرا دول. وبنتنقل بالمشهد بعد كده لجيري واللي بيكون في نص الطريق، وبنلاحظ ان هو تعب من الحموله بتاعه الشنطه اللي على ظهره. ولما بيرتاحوا في الطريق شويه بنشوف كومو بتطلع سيف تديه دونرا عشان تحمي بيه نفسها من الاعداء في الطريق بتاعهم. بعد كده دونرا بتوصل هي وجيري لمدينه هانابوسا عشان يرتاحوا فيها من مشوارهم الطويل ده. ودونرا بتلاحظ على جيري ان هو تعبان، فلما بتساله بيقول لها ان هو كان بيقتل الوحوش اللي كانت بتهاجمهم في الغابه، لكن ما كانش بيحسسها بحاجه زي كده. فبتقول له دونرا ان كده ممكن الطاقه بتاعته تخلص، لكن هو بيقول لها ان قوته غير محدوده، يعني مستحيل تخلص ابدا. وبيمشوا بعد كده في الشوارع وبيطلع خريطه عشان يلاقوا فندق يقعدوا فيه، وفعلا بيظهر قدامهم مكان حلو جدا، لكن اول لما بيدخلوا بيظهر واحد في وشهم بيسلم على دونرا، حتى هي بتكون مستغربه هو بيعمل ايه هنا. وبنعرف ان هو زميل ليهم واسمه تاشيبانا، لكن بيوضح لدونرا ان هو مش محتاج يكون على تواصل دائم مع زملائه، ممكن يتحرم وهو منفصل عنهم عادي، عشان هو بيكون معاه مهاره قويه جدا وبيكون في بنات كتير وراه. فلما بتسال دونرا عنهم فهو بيخليهم يقدموا نفسهم، لكن بنلاحظ ان واحده فيهم اسمها إيركا، ودي مش بتكون حباهم اطلاقا، والتانيه اسمها ستيفاني، والصغيره اسمها تشيلشي، والرابعه اسمها يوفيميا، والاخيره اسمها ريزا. لكن واضح كده ان كلهم متغاظين من دونرا عشان شكلها حلو، كمان تاتشيبانا بيعاملها بطريقه كويسه، فبتتضايق دونرا من كلامهم، لكن تاتشيبانا سكتهم بطريقته. لكن بعد كده بيطلب من دونرا انها تكون حبيبته، لكن طبعا الطلب بيكون مفاجئ ليها، كمان البنات اللي معاه بيستغربوا اكتر، بس بنلاحظ ان هو عنده ثقه كبيره في نفسه. فلما بتساله دونرا عن سبب الثقه دي فبيقول لها ان هو عنده مهاره المتحكم، فهي بتساله يعني ايه، فبيقول لها انهم بعد انتهاء المهمه الاولى بتاعتهم في واحد زميل ليهم المهاره بتاعته اسمها خبير المهارات، يعني بيعرف كل واحد يقدر يعمل ايه بالمهاره بتاعته. وفعلا زميله بيقول له ان مهاره المتحكم دي يقدر يكسب بيها نقاط كتير، كمان يطور من نفسه من غير اي مجهود، بمجرد ان في ناس معاه هم لو عملوا حاجه كويسه بتكون ليه على طول، عشان كده بقى هو شق طريقه لوحده. بعدين بيعرض على دونرا موضوع الحب ده مره تانية، لكنها بترفض، بس هو لسه بيكون مصمم، فبتتضايق دونرا شويه، لكن بيقول لها جيري انها تتجاهل الموقف ده. بعدها بنشوف الحكيمه لين بتحاول انها تتعامل مع وحش الظلام لكن مش بتعرف، ودونرا بتكون مع موكو في الاوضه بيسمعوا صوت عالي تحت، ولما بيبصوا بيكون ده مساعد الحكيمه لين واللي بعتته البلد هنا عشان يدور على
على جيري ودونرا. بعدها بتحس موكو ان في قوه شريره بتراقبهم من بره، فبتاخد دونرا الخطوه في انها تصحي جيري من النوم، وفعلا بيصحى بعد ما بيخلص الحلم بتاعه، وبيلاحظ ان في حد بيراقب دونرا، ولما بيقتل الشخص ده بنعرف انها اريكا مساعده تاتشيبانا. وبعد ما بيدخل الاوضه على دونرا بيطمن عليها، كمان بيقول لها تجهز نفسها عشان يمشوا من المكان ده، لان واضح كده هيكون في مشاكل كتير مع تاتشيبانا. وبنلاحظ ان تاتشيبانا عرف بموت اريكا، عشان كده بيبعت هناك المساعدين التانيين، لكن الاولى بيقدر جيري ان هو يكسر التلج بتاعها، كمان بيكسر عصايتها، لكن فجاه بيحصل هجوم عليهم، لكن دونرا بتقدر تصده. بعدها بيقتل جيري المساعده ريزا، لكن بالنسبه لتشيلسي فهي بتستسلم، وبتقول معلومات تاتشيبانا لجيري ودونرا. وبيشوف تاتشيبانا كل ده عن طريق مراقبتهم بالجهاز بتاعه، فبيسحبهم في مكان كله حشرات عشان يقدر يخلي الحشرات تهجم عليهم، وفي نفس الوقت بيراقبهم من خلال الحشرات دي. وبنشوف دونرا خايفه جدا منهم، لكن جيري بيطمنها، بس لما بيقول لها انهم لو ماتوا ممكن يقعوا عليهم، فهي بترفض الفكره دي. بعدها بيبداوا يتحركوا على السلالم عشان ينزلوا، وهم بيحاولوا يتجنبوا الحشرات، لكن تاتشيبانا فكر ان دي نقطه ضعف عند جيري، عشان كده بيقرر يهجم عليه. لكن فجاه يومفيليا بتحذره ان هو بلاش يعمل عداوه مع واحد قوته غامضه، لكن مش بيسمع تاتشيبانا الكلام، وبيبدا يخلي الحشرات تهجم عليهم. بس في اللحظه دي بيقدر جيري ان هو يقتل المتحكم فيهم، مادام هو شايفه عن طريق حاجه يبقى يقدر جيري كمان يوصل قوته ليه، وفعلا بيموت تاتشيبانا. فبيمشي جيري مع دونرا من المكان، لكن بنشوف مساعدين تاتشيبانا معاه، بس يومفيليا بتقول انها هتمشي، وفعلا بتطلع من المدينه، لكنها بتلاقي الحكيمه لين وكمان وحش الظلام اللي محدش هيقدر يهزمه ابدا. فبتبدا الحكيمه لين تضم يومفيليا في الفريق بتاعها، وبتخليها من اتباعها عشان تقول لها على كل اللي تعرفه. وبنرجع لمشهد دونرا مع جيري بيحاولوا يخرجوا من البلد دي، لكن فجاه بيسمعوا صوت عالي جدا، وبيشوفوا زومبي ماشي في الشوارع، وكمان صوت مساعد الحكيمه لين ماسايوكي، لان هو المتحكم في الزومبي، بيقول للزومبي يقتلوا كل البشر الموجودين عشان يحولهم لزومبي. وطبعا بيتفاجئ جيري من المنظر، كمان دونرا بتكون خايفه من الوضع. بعد كده بنشوف الحكيمه لين مش قادره تسيطر على وحش الظلام، وان هو كده هيخترق المدينه، لكنها عايزه تعرف قوه جيري قد ايه. كمان عندهم فضول كبير جدا عشان تعرف اذا هو هيقدر يقتلها ولا لا. وبنلاحظ ان يوميفيليا بتكون خايفه على الحكيمه لين، وبنشوف دونرا مع جيري واقفين بعيد عن خطر الزومبي، كمان بيحاولوا يهربوا بعيد عنهم ويخرجوا من المدينه بكل هدوء. وبنشوف بعد كده حاكم المدينه متضايق من ماسايوكي عشان بيدمر المدينه بالزومبي بتوعه، كمان بيقول له ان هو اللي معاه حكم المدينه دي، فهو ليه جه هنا دلوقتي. بيقول له ماسايوكي ان الاوامر دي هو واخدها من الحكيمه لين، فبيسكت حاكم المدينه واللي اسمه رايوتا، وكمان بيطلع مفتاح المدينه عشان تكون تحت حكم ماسايوكي. وبيبدا ماسايوكي يتكلم في المايك بتاع المدينه، وبيقول لاهالي المدينه ان هو عايز جيري ودونرا احياء او اموات، المهم يجيبوهم في خلال ساعه واحده بس، لكن اذا ما عرفوش يلاقوهم هيخلي الزومبي يهجموا عليهم تاني. وبنلاقي جيري ودونرا سمعوا الكلام فبياخدوا حذرهم، لكن حاكم المدينه رايوتا بيكون متضايق من ماسايوكي عشان هو كده ممكن يضر بمصلحه الشعب، كمان ممكن يبوظ المدينه الجميله دي. ودونرا بتكون مستخبيه مع جيري، لكن الناس بيلاقوهم وبيحذرهم جيري انهم اذا اقتربوا هيقتلهم، لكن مش بيسمعوا الكلام فبيقتل واحد فيهم، والباقيين بيهربوا لما بيشوفوا المنظر. وبيبدا جيري يتناقش مع دونرا، وبيقولوا ان طريقهم الوحيد في الخروج من المدينه دي هي انهم يتناقشوا مع ماسايوكي، لان هو اللي معاه مفتاح المدينه السحري. فبيروح جيري بعد كده هو ودونرا عشان يتناقشوا معاه، لكن هو بيضحك عليهم وبيسخر منهم لانهم جم بنفسهم، وواضح كده ان هو عنده النيه يقتلهم. وجيري بيقول له ان هو عايز يروح للعاصمه الملكيه، لكن ماسايوكي بيقول ان حاجه زي كده مستحيل تحصل الا وهم اموات، فبيخلي الجيش بتاعه يهجم عليهم، لكن طبعا جيري بيقتلهم كلهم في لمح البصر. وبنشوف ماسايوكي مستعجب من اللي بيحصل، كمان رايوتا حاكم المدينه واقف خايف جدا من اللي حصل، لكن ماسايوكي بيتعصب لان الجيش بتاعه مات ولسه هيبدا يتحول لشكله التاني، لكن جيري بيقتله فورا بقوته الخارقه. بعدها بيقرب على رايوتا عشان يطلعهم من المدينه، وبنلاحظ ان هو خايف، لكن جيري بيطمنه له ان هو مش هيعمل له اي حاجه الا لو كان عايز يقتله. فبيحاول رايوتا يساعدهم باستخدام المفتاح اللي كان مع ماسايوكي، لكن بنكتشف ان اللي متحكم في الحاجز السحري حوالين المدينه هي الحكيمه لين، بس عشان كده محدش هيعرف يخرجهم ابدا الا اذا هي ماتت او وافقت انهم يخرجوا. وفجاه بنلاقي الاهالي كلهم بيهجموا على جيري ودونرا بسبب تحكم لين الشرير فيهم، ويوميفيليا بتحاول تحذر الحكيمه لين ان استخدامها للقوه دي ضد جيري ممكن يعود بالخطر الكبير عليها، ولكن هي بتكون مصممه وعايزه تعرف قوه جيري قد ايه. وبتبدا الناس تهاجم جيري ودونرا، لكن هو طبعا بيقتلهم كلهم بكل بساطه. فبعدها دونرا بتساله اذا يقدر يقتل المتحكم الاساسي، لكن هو بيقول ان الامر صعب عشان مفيش اي فكره عن المتحكم ده. والحكيمه لين بتبدا تعمل نسخ كتير من نفسها عشان تهجم على المدينه كلها بشكل عشوائي، وتقدر كمان تموت جيري، والظلام بيكون دخل البلد خلاص. كمان الحكيمه لين بتقول للنسخ بتاعتها اذا مات الظلام يبداوا الهجوم بتاعهم فورا، ودونرا بتشوف الظلام جاي عليهم. كمان الحاكم رايوتا بيكون خايف جدا على المدينه بتاعته، فبيطلب من جيري المساعده، لكن جيري مش بيكون مطمن للوضع، بس لازم يساعد عشان ده واجب عليه. وفعلا بيقتل الظلام، لكن فجاه بتبدا صواعق لونها احمر تنزل عليهم من السماء، وبيقدر يحمي نفسه، كمان بيحمي دونرا من الهجوم. لكن في نفس الوقت لسه مش عارفين يعملوا ايه بالظبط مع الحكيمه لين بسبب نظر
بتنظر دونرا لحد بتقول ان الصواعق الحمراء اللي بتنزل من السما دي هي في الاصل واحده لابسه احمر. فبيقول ريوتا ان دي ممكن تكون الحكيمه لين لانها بتقدر تعمل نسخ كتير من نفسها. فبتيجي فكره على بال جيري ان هو يخلي واحده من نسخ لين تهجم عليهم بشكل مباشر فيقدر يقتلهم وكمان يوصل بيهم للين. وفعلا بيلاقوا مكان مناسب بمساعده حاكم المدينه، بيقفوا هناك لحد لما بتنزل واحده من نسخ لين فبيقدر جيري ان هو يموتها. كمان موكو بتحميهم بالحمايه بتاعتها. وبعد كده بنلاقي النسخ كلها بتموت حتى ان الحكيمه لين مستغربه ازاي قدر يعمل كده. بس المفاجاه كمان ان هو لما قتل النسخ قدر يتخيل شكل لين فماتت هي كمان. حتى بنلاقي يوميفيليا زعلانه عليها جدا لكن بنسمع لين بتقول انها عايزه تموت اصلا عشان موتها ده هينقذ حد تاني. فبياخد جيري قراره بسرعه مع دونرا وموكو انهم يسيبوا المدينه فورا وبيتجهوا عشان يكملوا طريقهم. لكن بنشوف مشهد بنت صغيره بتصحى وبتظهر قدامها صوره خياليه والصوره دي بتكون للحاكمه لين بتقول لها ان هي لكن في الماضي. كمان بتعرفها على جيري اللي قتلها. بس بنشوف البنت الصغيره متفاجئه بالاسم كانها تعرف جيري ده. ودونرا بعد كده بتشكر ريوتا. كمان بيديهم عربيه من اللي كانت مع ماسايوكي عشان يكملوا بيها المشوار بتاعهم لكن اللي بيسوق العربيه هي دونرا. كمان موكو بتعلمها. وبنشوف بعد كده الطلاب في الغابه لسه كمان اللي معاها قوه السيف اسمها رايوكو بتقدر تقتل الوحش بكل بساطه. بعد كده بتوصل الخيمه بتاعتها لكن بتتفاجئ ان في حد جوه وبتكون واحده معاها التليفون بتاعها. كمان بتكون صريحه لما بتقول انها اخذت التليفون عشان يراقبوا جيري. فرايوكو مش بتتفاجئ من كلامها وكده بنعرف ان هما الاثنين بيراقبوا جيري. لكن بيظهر على تليفون رايوكو انذار بان في باب اسمه الفا اوميجا بيفتح وبيكونوا في طريقهم. لكن واضح ان دونرا مش بتعرف تسوق كويس اما جيري بيكون نايم نوم عميق جدا حتى ان هو مش بيكون حاسس باللي بيحصل. وفجاه بتلاقي نفسها قدام صخره كبيره جدا لكنها بتقدر تقف مره واحده بصعوبه. وجيري بيحلم بنفسه لما كان صغير. وبنشوف الست اللي انقذها في اول حلقه هي اللي بتقول له على الاسم بتاعه وواضح ان هو بيحبها جدا. وبنشوف الست دي واللي بنعرف ان اسمها اساكا في مقابله شغل مع رئيس المختبر لكن واضح انها بتكون خايفه من الموضوع جدا بسبب كلام الرئيس لان هو بيقول لها اللي هتعتني بيه ده هيكون بمثابه وحش. حتى بنلاحظ انها عايزه تتراجع عن الموضوع ده فبيقول لها الرئيس ان اللي هي هتعتني بيه ده اختبار اسمه الفا اوميجا ومعناه القوه الخارقه وممكن يتسبب في انهيار العالم كله. وبيكونوا في طريقهم لمكان الشغل لكن واضح جدا علامات الرعب على وجه المعلمه اساكا. بعدين الرئيس بيديها كل المعلومات اللازمه عن الفا اوميجا عشان تقدر تتعامل وبيسيبها الرئيس فجاه. وبعد كده بتدخل بوابه بتطلعها في مكان زي الغابه كده. كمان بتلاقي هناك بيت وبيكون في طفل صغير واللي هو الفا اوميجا وبتبدا انها تزعق عشان هو قاعد لوحده في مكان زي ده فبتكون عايزاه يطلع يلعب في الفراغ بره لكن واضح كده انها لسه مش فاهمه الوضع بالظبط. بعدها الفا اوميجا ده بيقتل خيال شرير كان هيأذي المعلمه وبعدها المعلمه بتشكره وكمان بتتاسف ليه على المعامله السيئه دي. وبعدين بتعرفه على نفسها وبتقول له ان اسمها اساكا وهو بيقول لها ان اسمه الفا اوميجا لكنها بتقول ان ده اسم حركي لازم يكون هو ليه اسم. بس في الوقت ده بيقول لها انا عايز اكل عشان جعان. فبيدخلوا البيت بعد كده وبتبدا المعلمه اساكا تحضر له الاكل لكنها مش بتعرف تطبخ كويس فبتعمل اندومي جاهز وبيكونوا قاعدين على الاكل. فبيقول لها الفا ان الاكل حلو جدا لكنها بتفكر في اسم كويس ليه وفعلا بتختار له اسم جيري في النهايه. كمان بتسلم عليه وبتعلمه ازاي يسلم على الناس. وفجاه بيصحى جيري من الحلم ده فبيلاقي نفسه في العربه مع دونرا واقفين قدام حاجز صخري كبير جدا. فبيقول جيري انهم لازم يلاقوا طريق تاني يقدروا يتواصلوا بيه مع الحكيمه شيان عشان يرجعوا عالمهم تاني. فبيرجعوا بالعربيه عشان يشوفوا طريق تاني لكنهم بيصطدموا بتنين قوي جدا بس طبعا جيري بيقدر يقتله بكل بساطه. فبتلاحظ دونرا ان في عدد كبير من التنانين لسه داخل عليهم بس طبعا جيري بيقدر يقتلهم كلهم في لمح البصر. بعد كده بيظهر قدامهم التنين الذهبي وبيكون واضح جدا ان هو قوي لكن بيقول لجيري انت كسبت وبعدها بيسيبهم وبيمشي. جيري بينادي عليه عشان يتكلم معاه بما انه فهم لغته والا لو ما وقفش هيقتله. فبيرجع التنين لهم مره تانية وبنعرف انها اصلا بنت صغيره اسمها اتيلا بتحاول انها تاخدهم لسيد السيف اللي هي بتشتغل معاه لكن جيري بيكون رافض في البدايه. بس لما بتقول له اتيلا ان سيد السيف عنده قوه كبيره ممكن تساوي قوه الحكماء بيعيد جيري تفكيره في الامر مره تانية لان هو بيكون شايف ان سيد السيف ممكن يكون عنده معلومات عن ازاي يقدروا يرجعوا لعالمهم تاني. اتيلا بتطلب منهم يروحوا معاها عند سيد السيف وبعدها هي هتدلهم على الطريق للعاصمه. فبيقبل جيري وبيكونوا في طريقهم للمكان. فجاه جيري بيلاقي نفسه في اختبار عشان اللي هينجح هيكون هو سيد السيف لكن لما بيحاول ينسحب بيرفض سيد السيف. كمان اتيلا بتقول له يشارك. فبتبدا المعركه بين كل المتنافسين عشان يتبقى عدد اقل من كده يتنافس على سيد السيف لكن في واحد بيحمي جيري من الهجوم اللي عليه لكن بيكون في ناس في الغابه عايزين يقتلوا الراجل ده بس جيري بيموتهم. وبيكون في واحد مجروح بطريقه بشعه لكن لما دونرا بتساعده في ان هو ياخد حجر الالوان من الارض بيقدر يتعالج تاني. وطبعا دونرا بتكون مستغربه من اللي حصل لكن مش بتلحق تستفسر عشان رايحين مرحله تانية يكملوا فيها الاختبار. طبعا جيري بيكون رافض لكن اتيلا تتحايل عليه عشان يكسب هو وهي هتكون من اتباعه وفعلا بيوافق جيري وبيكونوا كلهم في طريقهم. فبيعرفهم صاحب السيف على نفسه وان اسمه ريك والتاني اللي اتعالج من الجرح اسمه لينل. فجيري بيسأل ريك بيقول له ايه هو سيد السيف ومين الملك البطل اللي هو بيحميه. فبيوضح له ريك ان من سنين طويله الملك البطل قدر
قدر يختم على سيد الشياطين. لكن المشكله ان في اتباع ليه بيحاولوا يحرروه، عشان كده سيد السيف هو اللي بيحمي الختم ده من اتباع الشياطين. لينل بيحكي عن قصه الحجر اللي معاه، بيقول ان في واحده قابلته وادته له عشان كل ما يحصل له حاجه وحشه يستخدمه فيرجع كويس تاني. كمان بيقول ان الاحجار اللي معاه بتتجدد كل يوم. بيوصلوا بعد كده الحاجز اللي هيعديهم لمكان البرج الطويل، بعدها بيركبوا مع زملائهم وسيد السيف عشان يكملوا باقي الاختبارات. وسيد السيف بيوريهم الختم بتاع الملك البطل، حتى ان دونرا بتقدر تشوف الملك البطل والسيد الشيطان جوه الختم ده. وبتظهر واحده بعد كده اسمها فريديكا بتحاول تقتل سيد الشياطين نهائيا، لكن قوتها مش بتكون كفايه. كمان بنعرف انها صاحبه لينل. وبعدين بتظهر واحده بتقول لهم على الاختبار الثاني، وهو انهم لازم يوصلوا للطابق الاول، كمان يقدروا يجمعوا 100 نقطه جوه البرج. وبيبدا جيري في رحلته مع الاصدقاء عشان يوصلوا للدور الاول من البرج. لكن فريديكا بتقول للينل يديها حجر من بتوعه عشان تجدد سحرها، لكن الاحجار دي مش بتشتغل غير معاه هو بس. فبتتضايق فريديكا من الموضوع ده جدا، وبيمشوا في طريقهم وبيكون في وحوش كتير ميته. كمان في فخاخ كتيره بيقع لينل في فخ، لكن بيقدر يعالج نفسه بالاحجار اللي معاه. ودونرا بتقول له ان هو ممكن يربط حجر في ايده عشان اول لما يحصل حاجه يتعالج على طول. وبيدخل لينل في مكان لوحده، فبيقفل الباب عليه مره واحده، وبعدين بنسمع صوت ضرب. ولما بيفتحوا الباب بيلاقوا واحده اسمها روز بتقتل كل الموجودين. فبيحاول ريكي يبعدهم من المكان عشان يقتلها هو بنفسه، لكن واضح كده انها قويه جدا. وفعلا بتبدا الحرب بين ريك وروز، وبنلاحظ انهم الاثنين اقوياء جدا. لكن جيري مش بيهتم بكل ده، وبيقدر ان هو يقتل روز في لمح البصر. وبعدها دونرا بتدي الحجر للينل عشان يعالج الجروح بتاعته. واخيرا بيقدروا انهم يوصلوا الطابق عشان يرتاحوا فيه. لكن بعد ما الغرف كلها بتخلص مش بيكون فاضل غير غرفه واحده لجيري ودونرا، فبيضطروا انهم يكونوا مع بعض. وفي الاول دونرا بتكون قلقانه ومكسوفه، لكن اول لما بيدخلوا الاوضه جيري بينام على طول اصلا. وبالنسبه للينل فبتيجي الساعه 12 يعني اليوم الثاني بيبدا، فبيظهر ليه احجار اليوم الثاني واللي بيكون عايز يستخدمها عشان تظهر له حاجه حلوه. لكن بتظهر واحده كده واللي هي اصلا اديته الاحجار دي قبل كده، حتى انها بتكون مفهماه انها بتعالجه. لكن بعدها بنشوف المساعدين مع سيد السيف بيقولوا ان عدد الاموات مش كفايه انهم يحافظوا على ثبات الختم بتاع سيد الشيطان. فبنفهم من كده ان في حاجزين بيشتغلوا بعدد الاموات، لكن بيكون في خلل في المنظومه بتاعتهم لان في غلط في عدد الاموات. وبعدين بنلاقي معركه عنيفه جدا بين واحد اسمه ريكتو وكمان واحده اسمها هينازوي، لكن واضح انهم الاثنين اقوياء جدا، لكنها بتقدر تتخلص منه في النهايه. وبعد كده بيجي لها مهمه انها لازم تروح لجيري ودونرا عشان تقتلهم. لكن وهي في طريقها بتسمع صوت بينادي عليها، وبيكون صوت دايمون واللي بيقول لها ان هو يعرف جيري، لكن بيكون خايف جدا انها تاخده معاها. فيشوفوا جيري معاها، فبيحاول حتى ان هو يحذرها من جيري، لكنها مش بتسمع كلامه. وهي بتاخد دايمون معاها بالعافيه عشان يفيدها بالمعلومات اللي معاه. وموكو بتكون عالقه في الحيطه مش عارفه تطلع، لكن دونرا بتصحى لما بتسمع صوتها. بعد كده بيصحى جيري اللي بيحاول يساعدها، لكن بتكون في قوه شفط بتحاول انها تسحبها، بس جيري بيقدر يقتل المتحكم فيها. وجيري بيكون حاسس ان في خطر، فبيقول لدونرا تستعد عشان هو قرر يقتل اي شخص هيحس من ناحيته بالخطر. بعدها بنشوف دايمون مع هينازوي اللي بيكونوا في طريقهم عشان تقتل جيري ودونرا، لكن بيظهر التنين قدامهم بس بتعرف تتغلب عليه بكل سهوله. بعدها بتاخد دايمون معاها برضه عشان يروحوا للبرج اللي موجود فيه جيري، لكن دايمون بيكون خايف جدا منه عشان ممكن يقتله في اي لحظه. وبيكمل جيري ودونرا طريقهم عشان يخلصوا المهمه دي، فبيقدر جيري يتغلب على كل الفخاخ والوحوش اللي قابلهم. لكن فجاه بيظهر قدامه إجلاسيا واللي بيكون هو مؤسس الفخاخ اللي في البرج، ولما بيحاول يقتلهم بيخلص عليه جيري بسرعه. وفجاه بنشوف ريك اللي قدر يجمع 100 نقطه اخيرا، لكن جيري بيكون مع دونرا في طريقهم عشان يخرجوا من البرج، بس بيقابلوا في طريقهم معركه بين 2 وواحد بيتفرج. فبيقول جيري ان هو عايز يعدي من غير مشاكل، لكن بتحصل معركه بين جيري وفريقه واللي بيكون مكون من دونرا وسيو ضد 3 بنات. لكن طبعا هم مهما كانت قوتهم خصم ضعيف جدا بالنسبه لجيري، حتى لما المتحكم بيحاول يغدر بيه فبيموت على طول. وبيحاول جيري يطلع من البرج هو ودونرا، لكن فجاه بتظهر سيو قدامهم واللي بتطلب منه المساعده. فبتقول دونرا ان مفيش مشكله يسمعوا طلبها. بعد كده بتطلب سيو من جيري انه يساعدها عشان تلاقي اختها واللي اخدها سيد السيف صاحب البرج ده، لكنها بتوضح ان هو كده ممكن يكون عدو لسيد السيف. فبيقول جيري ان هو مش على علاقه كويسه قوي معاه، لكن برضه مش هيساعدها بقوته، هو بس ممكن يساعدها في انها تلاقي المكان. فبيجتمع بعد كده سيد السيف بباقي التلاميذ ولسه بيقول لهم على اخر الاخبار، لكن فجاه بيدخلوا المساعدين بتوعه اللي بيقولوا له ان الحاجز الاول بتاع سيد الشياطين اتكسر وفاضل بس الحاجز الثاني، وكمان الاتباع بتوعه خلاص على وشك الوصول. وفعلا مش بيعدي بعض الوقت وبنلاقي واحد من اتباع سيد الشياطين بيحاول ان هو يعرف ازاي يشيل الحاجز من على السيد بتاعه، لكن سيد السيف مش بيقول له حاجه. كمان بنلاقي جيري اخد سيو مع دونرا عشان يدوروا على اختها المفقوده، فبيبدا يتبع ده ان هو يقتلهم واحد ورا التاني. لكن فجاه بتحاول فريديكا انها تضربه بس مش بتقدر، وفجاه بيظهر واحد تاني من الاتباع لكن بيقول لهم ينادوهم باسمهم. بيعرف نفسه بيقول ان اسمه لايت والتاني اسمه اوريجين. ولما بتحاول فريديكا مره تانية انها تقتل لايت بيقدر هو يقطع دراعها، فبيبدا ريك في الهجوم عليهم. كمان لينل بيحاول يستدعي المساعده بتاعته عشان تساعدهم في الوضع ده، لكنها لما بتيجي بنلاقيها تعرف الاتنين دول. كمان
وكمان بتظهر شخصيتها الحقيقيه وانها اصلا من اتباع سيد الشياطين. وفي الوقت ده لينل بياخد صدمه كبيره جدا، وبنشوف بعدها جيري مع دونرا وسيو في طريقهم عشان يلاقوا شعبها وكمان يلاقوا اختها المفقوده، لكن بيكونوا ماشيين في طريق لا نهائي لحد لما بيتغير فجاه بسبب حاجه كده بتظهر، وبيوصلوا المكان اللي فيه شعبها اخيرا، لكن كلهم بيكونوا اموات لان سيد السيف استخدم قوتهم في الحفاظ على الحاجز. بعدها سيو بيكون عندها قوه انتقام من سيد السيف وبتكون زعلانه جدا، والمعركه فوق بتكون قويه جدا، فبيقول سيد السيف ان لو هو مات السياده هتتحول لريكا على طول لان هو اقوى واحد بعده. بعدها لينل بيحاول يشغل اتباع ملك الشيطان عشان ريك يقدر يكسب وقت، بس في النهايه مش بيقدروا يعملوا حاجه لان سيد الحواجز وكمان قاتل الاتباع الاتنين ماتوا بسبب جيري، بس محدش بيكون عارف. وبتكون البنت دي هي في الاصل زوجة سيد الشياطين، بتقدر انها تكسر الحاجز اخيرا عشان تحرر سيد الشياطين. في الوقت ده بيكون جيري وصل، ولما الحاجز بيتكسر بيكتشفوا ان سيد الشياطين ميت اصلا، والكل بيكون واقف متفاجئ، لكن جيري بيكون هو اللي قتله اصلا. بعدها سيو بتقتل سيد السيف اول لما بتلاقي الفرصه، وبنشوف زوجة سيد الشياطين اتجننت كمان، واوريجين بيخلي الجنود كلهم يهجموا على البشر، لكن طبعا جيري بيقدر يقتلهم كلهم في لمح البصر. وبنشوف بعد كده دايمون مع هينازوي في طريقهم للبرج، وفعلا بيكونوا وصلوا لكن الضرب شغال، بس هينازوي مش بيفرق معاه كل ده، هي بس بتسأل على جيري، لكنها لما بتتكلم مع ريكو وبتشوف الاحصائيات بتاعته بتقول له ان هو دلوقتي معاه قدرة سيد السيف عشان السيد الحقيقي مات، كمان بتقول له ان هو الوحيد اللي يقدر يقتلها بالسيف بتاعه، وفعلا هو ده اللي بيحصل في النهاية. وبعد انتهاء المعركة بيظهر جيري قدامهم، لكنها لما بتحاول تعرف مدى قوته مش بتقدر، كمان بتنهار فجأة على الارض، فبيحاولوا يطمنوا عليها او يعرفوا اذا كان في سبب لمجيئها، لكنها بتتهرب منهم وبتقول انها جت بس عشان تسلمه دايمون لان هو هرب منه قبل كده. بعدها بتمشي بسرعة من المكان بعد ما شافت قوة جيري الهائلة، وجيري بيبدأ ان هو يحاسب دايمون عشان المفروض انه اداله اوامر يفضل في الغابة، لكن دايمون بيحاول يعتذر له بكل الطرق عشان ما يقتلهوش في النهاية. بعد كده بنشوف ريك مجتمع بكل الموجودين، لكن هو متضايق من سيو عشان قتلت سيد الشياطين، كمان بيكون عايز منها مبرر واضح والا هيقتلها، لكن جيري بيدافع عنها لان هو عارف انها كانت مظلومة، كمان بيفهم ريك اللي حصل. اما بالنسبة للملك البطل فبيشكر جيري عشان هو اللي قتل سيد الشياطين وكل الاتباع بتوعه. طبعا ريك بيكون متفاجئ من القوة الكبيرة دي. جيري بيقول ان هو هيتجه للعاصمة عشان يشوف اصحابه وبيبدأ يقرر هيعملوا ايه. كمان سيو بتقول انها عاوزة تدور على اختها يوميفيليا، واول لما بيسمع جيري الاسم ده بيفتكر ان هو سمعه قبل كده، فبيقول لها على المكان اللي سمع فيه الاسم ده قبل كده لما قابلها في الفندق بتاع المدينة. كمان ريك بيديهم قلادتين عشان لو واجهتهم اي مشكلة في العاصمة يستخدموها، وبيكمل جيري طريقه مع دونرا في اتجاه العاصمة. اما بالنسبة لدايمون فبيلاقيه لايت عشان يستجوبوا عن معلومات بالنسبة لجيري، والحكيمة الشام بتعرف ان في مشكلة كبيرة ممكن تحصل بسبب جيري، فبتستدعي العالم اللي اختارته من اليابان، وبيوصل فعلا لكنه بيكون مستغرب من اللي بيحصل، فبتسأله الحكيمة الشام عن معلومات بالنسبة لجيري، فبيفهم العالم انهم استدعوا جيري للعالم ده. بعدها بيموت العالم ده لان هو ذكر اسم جيري بطريقة وحشة. طبعا وقتها بتكون الحكيمة شيان مرعوبة من جيري وعايزة تعرف ايه قصته بالظبط. بعد كده بنشوف الاتوبيس اللي كان فيه اياكا وهي مصابة، لكنها بتستيقظ اخيرا من الاصابة بس بتكون محتاجة اكل ضروري عشان تتعافى من اصابتها، فبتنزل من الاتوبيس وبتبدأ انها تاكل في لحم التنين. وبنرجع بعد كده بالاحداث مع جيري وهو صغير لما المعلمة اساكا اللي بتحاول انها تطبخ له اكل، لكن واضح كده انها مش شاطرة في الطبخ. وبعد ما بيبدأوا في الاكل بيقول جيري ان الاكل طعمه مش كويس، لكنها بتقول له انه عشان يكون شاطر في التعامل مع الستات لازم يقول ان الاكل كويس، وفعلا بيقول كده لكن بالاجبار، حتى هي ذات نفسها بتقول ان الاكل وحش. وبعدها بتبدا في غسيل الاطباق، كمان بتعلم جيري ازاي يقدر يكتب ويقرا، وفجاه بتلاقي انسان آلي داخل عليهم بيجيب محصول الخضار ليه، فبتطلب المعلمه من الروبوت انها تجيب حاجات تانية زي كتاب عشان الدراسه وكلب صغير. جيري بيكون انتهى اخيرا من كتابه الواجب بتاعه، كمان المعلمه بتكون مبسوطه منه فبتاخده عشان تفسحه بره شويه. وفي نهايه اليوم بتطلع عند الرئيس بتاع المختبر عشان تتكلم معاه، فبيقول لها ان هو متفاجئ من انسجامها، كمان متفاجئ من تعليمها كويس، وبيبدا يتكلم عن مدى صعوبه المهمه، عشان كده بيقول لها في النهايه ان المقابل المادي ليها هيكون كبير جدا. فعلا هي بتتفاجئ لما بتشوف الفلوس، لكنها بتكون متضايقه عشان هي اصلا بقالها شهر في المختبر، يعني الفلوس دي هتصرفها امتى او فين. فبيقول لها الرئيس انها ممكن تاخد اجازه عادي، وفعلا بتقدم طلب على اجازه عشان تتمتع بالفلوس اللي معاها شويه. وفجاه بنلاقيها في مكان غريب، بتكون في مكان زي السجن وهي مش عارفه ايه اللي حصل، وبتبدا المعلمه اساكا تفتكر اللي حصل معاها لما خرجت من المختبر وبدات تتسوق وتشتري في حاجات كتير، لكن فجاه المطاف بينتهي بيها في المكان الغريب ده. بعدها بتسمع صوت غريب في المكان بيقولوا انهم منظمه بتحمي العالم، وهم شايفين ان جيري هيضر العالم عشان كده محتجزينها عشان ياخدوا منها المعلومات الكافيه عنه. وجيري بيكون قاعد لوحده مع الروبوت والكلب بتاعه، لكنهم بيكونوا زهقانين عشان اساكا مش بتيجي، حتى ان هو بيسال الروبوت فبيقول له ان اساكا في اجازه، وبعد فتره بيسال تاني لكن برضه بتكون نفس الاجابه، فبيتضايق جيري وبيسال مين اللي يعرف مكانها، فهي بتقول انهم العلماء اللي خلف البوابه بس. وبعد كده بنشوف جيري وهو
يتحكم في المسؤولة عن البوابة، وكمان قتل كل الموظفين في المختبر عشان يوصل للرئيس بتاع المختبر. واخيرا بيوصل الرئيس للغرفة بتاعة المراقبة، ولما بيحاول ان هو يخلي حد يوقف الموظفة بيموت على طول. واخيرا بيوصل جيري اللي بيسأل الرئيس عن اساكا فين دلوقتي، لكن الرئيس بيقول له ان في قوة كبيرة جدا اخدت اساكا ومحدش هيقدر يرجعها، فبيقول جيري ان هو اللي هيرجعها بنفسه. وفعلا بيبدأ المشوار بتاعه للمكان اللي فيه المعلمة اساكا، حتى ان هو بيقتل كل اللي بيعترض طريقه. وبنشوف اساكا وهي زهقانة من اللي بيحصل معاها، لكنها في نفس الوقت بتفكر في جيري بالنسبة لوضعه دلوقتي من غيرها. لكنها فجأة بتسمع صوت عالي، بتدخل عليها واحدة بتحاول تهددها بالقتل، لكن بيوصل جيري اللي بيقدر يقتلها عشان ينقذ اساكا في النهاية. وبيوصلوا المكان بتاعهم اخيرا، وبيكون جيري في غاية السعادة. وكمان بتقول للرئيس انها ما عندهاش مشكلة تكمل في تعليم جيري تاني، لكن لازم يكون معاها حارس شخصي بعد كده عشان يوفر لها الحماية. وبنرجع بعد كده لدونرا وجيري اللي وصلوا اخيرا قدام العاصمة الملكية، لكن بيكون نايم كالعادة. وفجأة بيلاقوا نفسهم محاصرين من جنود كتير جدا، بيقول لهم رئيس الجنود ينزلوا فورا. بعدها بيقول جيري انهم من التلاميذ اللي تم استدعائهم عن طريق الحكيمة شيان. بعد ما بيشوف القائد قوتهم بيوافق، لكن بيكون في شك برضه. في الوقت ده جيري بيفتكر القلادة اللي اداها لهم ريك، وفعلا لما بيستخدمها كلهم بيسمحوا له بالدخول. لكن بيظهر واحد عنيد كده اسمه ديفيد، بيقول ان القلادة دي مش بتكون مع اي حد الا لو كان عنده القدرة والقوة الكافية. بيحاول رئيس الحرس يسكته، لكن ديفيد بيكون مصمم على معركة، وفعلا بتحصل المعركة بينه وبين دونرا، واللي بتقدر انها تهزمه في النهاية. وفي النهاية بيتسمح ليهم بالدخول للعاصمة الملكية، والباب بتاع القلعة مش بيفتح الا بعد ما ديفيد بيفتحه ليهم، لان هو عامل عليه تعويذة سحرية. بعدها بيوصلهم للمكان اللي هيقدروا يقابلوا فيه زملائهم، وبيوصلوا اخيرا المكان اللي فيه زملائهم. بعدها بيوصل ملك البلاد واللي بيتكلم معاهم بكل كبرياء، لكن في واحد من التلاميذ بيعترض، بس الملك بيلقنه درس طبعا. بعد كده بيقول لهم عشان توصلوا لمرحلة الحكماء لازم تعملوا انجاز حقيقي. بعد كده بنشوف الحكيمة شيان بتحاول تتكلم مع هينازوي، واللي بيكون جالها حالة من الخوف الشديد اول لما حاولت تعرف قوة جيري، وبتبدأ انها تقول للشيان ليه جابت الوحش ده للعالم بتاعهم، لكن الحكيمة شيان مش فاهمة قصدها ايه. بعدين بنشوف دايمون مع لايت بيحاول ياخد منه معلومات عن جيري، بس دايمون بيقول له ان جيري قوي جدا لدرجة ان هو قتل سيد الشياطين. فبيقول لايت ان هو معاه مفتاح بتاع حاجز معمول على اخت سيد الشياطين، هي بس اللي هتقدر تقف في وش جيري ده. فبيحاول دايمون يهرب، لكن لايت بيمسكه عشان هو بس اللي معاه معلومات يقدر يفيده عن جيري والقوة الكبيرة بتاعته. والملك لسه بيتكلم معاهم عن الحاجة اللي ممكن يعملوها عشان يكونوا حكماء، فبيقول لهم ان هم لازم يقتلوا سيد الشياطين. بعد كده بيمشي الملك والتلاميذ بيرحبوا بعودة جيري ودونرا لانهم بيكونوا في مشوار بعيد. بعد كده بيقابلوا الجنرال بتاع التلاميذ، واللي بيقولوا انهم مش هيكون ليهم مكان وسطهم، لكن بتظهر بنت اسمها اكينو واللي بتكون الجنرال الجديد، واللي بتقول ان لازم الاتنين دول يفضلوا معاهم لانهم مروا بحاجات كتير تخلي عندهم القوة اللي يفضلوا هنا. بعدها جيري بيروح يقعد مع اتنين من الزملاء بيتكلم معاهم شوية عن الاوضاع، وكمان بيتعرف عليهم، وبيطلع واحد منهم طباخ والتاني بيكون قارئ للكتب. وفجأة بيخبط الباب ويكون واحد اسمه فوركلي، واللي بيدخل عشان يتكلم مع جيري، بيقول له ان هو جاي عشان يراقبه مخصوص، لكن خلاص عينه فقدت القدرة بتاعتها على النظر بسبب ان هو شافه. وبنلاقي برضه دونرا قاعدة مع اتنين من زملائها بياكلوا، لكن بيدخل عليهم اتنين بيقولوا انهم عايزينها في حاجة مهمة. بعد كده بيطلعوا لجيري وبيطلبوا منه يجي يتكلم معاه، فلما بينزل جيري بنلاقي ان الاتنين دول واحدة اسمها كارل والتانية اسمها الساموراي، والاتنين دول اصلا برضه مهمتهم يراقبوا جيري. لكن الساموراي بتتأسف لجيري لانها كانت بتحاول تتجسس عليه، اما كارل مش بتتأسف ولا حاجة، لكن انهم يكونوا ثلاثة في وقت واحد ده كتير جدا. وبعدها جيري بيسأل كارل عن اللي بيحصل بالظبط في العالم ده. وبعدين بنشوف يوميفيليا قاعدة لوحدها بتفكر في وضع اختها سيو، يا ترى عاملة ايه دلوقتي. وفجأة بتظهر واحدة عايزة تقتلها عشان تاخد قوة الحكيمة لين اللي جواها، لكنها بتموت قبل ما تقدر تعمل اي حاجة. وبنشوف جيري مع دونرا لسه بيتكلموا مع البنتين، وبيتكلموا عن الطلاب، وبالاخص البنت اللي اسمها اكاينو واللي معاها القيادة دلوقتي، وكمان قوتها بتكون كبيرة، واللي بيكونوا خلاص من دلوقتي هيبقوا حلفاء لجيري. وبيكون واضح جدا انهم خايفين منه عشان القدرة بتاعته. بيكون كل هدف جيري ان هو يجتمع مع الحكيمة شيان عشان يسألها عن طريقة يقدروا يرجعوا بيها البلد بتاعتهم مرة تانية، لكن بيقولوا انهم مش هيعملوا كده دلوقتي، لازم بعد المهمة بتاعتهم ما تخلص. وبتبدأ المهمة تحت الارض، واللي بتشارك فيها دونرا مع فريق البنات، والمرشد بتاعهم في الطريق هيكون هو ريك سيد السيف. اما بالنسبة للاولاد فبنلاقي معاهم ديفيد هو المرشد بتاعهم، والبنات بتبدأ في قتال الوحوش. كمان بالاخص دونرا بتكون مهارتها قوية جدا، وبالنسبة لجيري فهو مش عايز يستخدم المهارة بتاعته فبيحاول يقتل بالسيف. وفي العاصمة بنشوف دايمون لكن ماشي معاه لايت المتنكر على شكل بنت، وكمان بيكون في تجمع كبير من الناس. بعدها بيقعدوا في مكان كده عشان يجمعوا المعلومات اللي محتاجينها عن اخت سيد الشياطين، بعد ما بيسألوا عن سبب الزحمة اللي بره، وبيعرفوا ان الابطال المرشحين وصلوا مستوى عالي ضد جنود الشيطان، عشان كده في احتفال. ودايمون مش بيكون عايز يظهر قدام اصحابه، فبيعمل لايت تعويذة تمنعهم يشوفوه. وفجأة بعد كده بتظهر اتاكا واللي بتكون جواها نار انتقام كبيرة جدا، فبتقرر انها كل يوم هتقتل واحد من التلاميذ، واول واحد قتلته دلوقتي. وفجأة بتوصل الحكيمة شيان واللي بتتكلم مع دايمون ولايت،
لايت وبتحاول انها تعرف من دايمون الاخبار بتاعه جيري، وبعد كده بتحاول انها تخلص منه بس الشعاع بتاعها مش بيشتغل عليه. بعد كده بيسالها دايمون عن مكان يقدروا يدخلوا بيه للعالم السفلي اللي فيه زملائهم، وهي بتقول ان في اماكن كتير في المدينه. ودونرا بتسال جيري عن اللي بيعمله في النهار، فبيقول ان هو بس بيلعب وبيقرا الكتب. وبعدها بيسالها وصلوا فين في العالم السفلي، بتقول انهم دلوقتي في المستوى السادس، يعني فاضل مستوى واحد بس ويوصلوا للسابع واللي بيكون المستوى النهائي. والبنات بيقولوا انهم عرفوا ان اتاكا لسه عايشه، كمان هتقتل كل اللي تشوفه منهم. بعد كده بنلاقي الحكيمه شان في نقاش مع المساعد بتاعها عشان يشوفوا هيقرروا ايه بالنسبه لجيري. لكن فجاه الباب بيخبط وبيدخل واحد من التلاميذ بيطلب من الحكيمه شان مده استراحه، وهي بتوافق لكن بشرط ان هو يقتل جيري. واتاكا مش بتلاقي زملائها اللي عايزه تقتلهم، عشان كده بتكون زهقانه جدا. لكن بعد فتره من الوقت الروبوت بتاعها بيشتغل وبيقول ان لغه التنين وقوته اتفعلت. وفجاه اتاكا بتلاقي حجاره بتتحدف عليها، بتقدر تتفاداها لكن في النهايه بتطير عشان توصل للسبب في الموضوع ده. وفعلا بتلاقيها اتاكا في البرج بعد ما بتستخدم جناح التنين بتاعها، والبنت دي بيكون اسمها ريونا، كمان قوتها كبيره جدا بس مش بتقدر تتغلب على اتاكا، حتى ان اتاكا بتقدر تقطع لها دراعها. بس ريونا بتقول لها السبب في هزيمتها، وبتقول لها ان الملك عمل ختم للقوه بتاعتها. ولايت وصل الطابق الاول مع دايمون اخيرا، لكن بيقولوا انهم لازم يوصلوا الطابق الاخير عند اخت سيد الشياطين عشان تلاقي طريقه تقتل بيها جيري. بس فجاه بيلاقوا بنت قدامهم بنعرف انها السيده مانا اخت سيد الشياطين. لكن لايت بيكون مستغرب لانها بتقدر تطلع من الحاجز اللي عامله اخوها عليها، وبتقول انها لما حست بوجود اخوها طلعت تستكشف بنفسها اذا كان موجود ولا لا. وفي واحد اسمه ريوسوكي بيكون زعيم عصابه القتله، وعشان ينفذ المهمات بيوصل له جواب ان الهدف بتاعه اللي جاي هو جيري. ودونرا بتروح الاوضه عند جيري اللي بيكون قاعد كالعاده لوحده وبيكون قاعد بيلعب، لكن هو بيقول لها ان هو كان بيتمرن ازاي يتحكم في قوته اكتر. كمان بيقول لها ان هو نازل في المدينه يتجول فيها شويه، لكن بيلاحظ ان في حد كان عايز يقتله، عشان كده كان عايز مساعده دونرا في الموضوع ده. وبنرجع للايت اللي بيتكلم مع السيده مانا وبيقول لها ان هو جاب مفتاح الحاجز بتاعها. وبنشوف دلوقتي اتاكا انها مش هتكمل الحرب مع ريونا لغايه لما القوه بتاعتها ترجع مره تانية. بعدين بتيجي اتاكا عشان تكمل الحرب معاها. في الوقت ده اتاكا بتروح عند الملك عشان تتكلم معاه يفك الختم من على قوه ريونا، لكن بنلاقي الملك متضايق من اتاكا وبيحاول يقتلها. وطبعا اتاكا بتكون قويه لدرجه انها بتقدر تقتل الملك في النهايه، وكده بتكون قوه الختم بتاعته راحت من على ريونا. وبعد كده بترجع عند ريونا مره تانية عشان يكملوا معركتهم. كمان ريونا بتتعالج من دراعها دلوقتي، لكنها بتقوم من السرير وكمان بتبدا توجه ضربات قويه لاتاكا، لكن في النهايه اتاكا بتقدر تقتلها كالعاده. وجيري في طريقه مع دونرا عشان يقدروا يكتشفوا مين اللي كان عايز يقتله، لكن دونرا بتكون عايزه تتفسح مع جيري. بس في الوقت ده بنلاحظ ان في واحد من عصابه القاتل بيحاول يضرب على جيري، لكنه بيكون مجبر على كده. واول لما بيحاول يدوس على الزرار فبيموت فورا، لان هي دي قدره جيري، اللي بيحاول يقتله بيموت على طول. ودونرا بتتضايق عشان المكان اللي كانوا هيقعدوا فيه دمرته اتاكا في حربها مع ريونا. ودونرا بتتكلم مع جيري لكن في واحد بيحاول يقتلها، لكن جيري بينقذها. وبعد كده بيوجه كلمته لزعيم عصابه القاتل ريوسوكي ان هو هيقتله بسبب فعلته دي. وريوسوكي اول لما بيحس ان جيري ممكن يوصل له بيحاول الهروب، لكن دونرا بتقدر انها تتغلب عليه، كمان بتنزله من الطياره بتاعته للارض. وبيتكلم جيري معاه عشان يعرف سبب رغبته في القتل، لكن ريوسوكي رغم كل ده بيحاول لسه انه يقتل جيري بالاسد، لكن بيموت الاسد فورا. وريوسوكي بيحاول يستدعي مساعده شريره عشان تنهي على جيري، لكن طبعا جيري بيقتلها بكل سهوله. بس فجاه بتوصل بنت صغيره بتحاول انها تقتل جيري، لكن دونرا بتقدر انها تنقذه في اللحظه الاخيره. وبعدها جيري بيشكرها. بعد كده بيتوجهوا ناحيه البنت دي وبيقدر ان هو يفك التعويذه اللي عليها، وواضح كده ان هو يعرفها، حتى دونرا بتكون مستغربه. وجيري بيكمل كلامه مع ريوسوكي عشان ياخد منه كل المعلومات اللي عنده. وبعدها بنشوف الطالب هاروتو اللي اخد اوامر من الحكيمه شيانا عشان يقتل جيري، لكن هو بيوصل لان جيري عنده قوه كبيره جدا. وبنلاقي لايت لسه في طريقه مع دايمون والسيده مانا للقلعه بتاعتها، لكن لايت بيشكر دايمون على كل اللي عمله. وبعدها بيديله المفتاح بتاع الحاجز عشان هو اللي هيكون مساعد السيده مانا بعد كده. لكن بيكون دايمون مستغرب من كلام لايت، بس لايت بيقول ان السيده مانا اكيد هتقتله عشان فرط في سيد الشياطين بسهوله. وجيري لسه في نقاشه مع ريوسوكي لكنه مش بيرضى يسيبه عايش عشان هو كان عايز يقتله في النهايه، فده بيخلي جيري يقتل ريوسوكي. وبيبدا دايمون في ان هو يحط المفتاح عشان يفك الحاجز بتاع سيده الشياطين. كمان جيري بيتكلم مع دونرا عشان يعرفها قصه البنت دي واللي بيكون اسمها انجو، وبيقول ان هي اصلا روبوت اتعمل مخصوص عشان يقتله. وبنشوف اتاكا في باقي معاركها ضد زملائها عشان تقتلهم، لكن بتواجه صعوبه شويه في قتال الطباخ لان مهاراته عاليه جدا، لكنها بتقدر تتخلص منه في النهايه. والجنرال اكاينو بتجتمع بيهم عشان تقول لهم ان اتاكا كده هتقتلهم كلهم، فبتقول انهم لازم يخلصوا مهمتهم بسرعه في العالم السفلي ويقتلوا سيده الشياطين. وديفيد بيروح مع جيري ودونرا عشان يوصلهم للطابق السابع بنفسه، لكن واضح كده ان هو تعبان شويه. اما بالنسبه لباقي الزملاء فبيكونوا في حرب قويه ضد غوريلات اقوياء جدا، لكنهم بيقدروا يخلصوا على كل الموجودين بسرعه. ولايت بيقول لسيده المانا ان سيد الشياطين مات فعلا، فبتتضايق وبتقول ان هو لسه عايش اكيد وهي هتساعد في وجوده
مرة تانية، حتى انها بتبدأ تاخد اجزاء من لايت لان هو كان تابع لسيد الشياطين ومعاه فكرة كبيرة جدا عن سيد الشياطين هتساعد مانا في انها ترجع اخوها تاني. ودونرا بتكون متضايقة عشان جيري مش بيقعد معاهم، فبتحاول انها تدور عليه لكنه بيكون قاعد في الغابة لوحده. وفجأة بيظهر ديفيد فبيحاول جيري ينقذه لكن بيقعوا في الهاوية بسرعة. اما بالنسبة للتلاميذ فبتقول الحكيمة الشين انهم لازم يقتلوا بعض عشان يتفضل واحد بس في النهاية وهيكون هو الحكيم. وبعد كده بنلاقي سيو لسه بتدور على اختها يوميفيليا، لكنها لما بتقتل كل الاشرار وبتكشف عن الناس مش بتلاقي اختها، بس فجأة بتظهر يوميفيليا قدامها. وبنرجع للحكيمة الشيان في الاخر واللي بتقول انهم لازم يقتلوا بعض عشان اللي هيتفضل في النهاية هو ده اللي هيكون الحكيم. لكن طبعا بيكون واضح ان الطلاب كلهم مش عاجبهم الموضوع ده، فبيظهر وسطهم رافاكي اللي بيحاول يقتل الحكيمة الشيان عشان الموضوع ده ينتهي. لكن واضح كده ان القوة بتاعته مش بتشتغل عليها نهائيا، حتى ان الحكيمة الشيان بتقتله في النهاية. وبعدين بيهرب التلاميذ كلهم من قدامها عشان يخططوا ايه اللي المفروض يعملوه بالظبط. وجيري لسه في طريقه للهاوية، وواضح كده ان هو بينزل للعالم السفلي، لكن هو بيكون ماسك ديفيد كويس جدا وخايف عليه. وجيري بيقلل سرعته عشان لما ينزل بسرعة بطيئة ما يموتش. واخيرا بيوصل للارض واللي بتكون الطابق السابع بتاع سيد الشياطين، فبيحاول ان هو يريح ديفيد وبعدها بيتصل بدونرا عشان يطمن عليها. وبنشوف بعدها مانا بتتوسع في جسمها عشان تبتلع كل القوة وتقدر ترجع اخوها مرة تانية، لكن لايت بيخلي دايمون يهرب بسرعة قبل ما يموت. وبنشوف سيو مع اختها يوميفيليا في العربية واللي بتكون اخذت كل القوة من الحكيمة لين بسبب انها اخر واحدة من اتباعها. وسيو بتقول لهم انها عايزة تكمل رحلتها معاهم وهم بيوافقوا على حاجة زي كده عادي، ومش بتكون في مشكلة للبنت الصغيرة راساكي. وجيري في مكالمته مع دونرا بيعرف ان في مشكلة حصلت مع التلاميذ وانهم هيقتلوا بعض، فبيقول لها تطمن واذا حصل لها اي حاجة تتصل عليه. وفجأة بيوصل دايمون بيجري من جسد المنع اللي عايز يبتلعه، لكن جيري بيقدر يتخلص من الجسد ده. وبعدها بيطلب من دايمون يطلعه من المكان ده بسرعة، لكن دايمون بيكون خايف من جسد مانا لان هو ممكن يقتله، لكن جيري بيقول ان هو هينقذه بس لو طلعه بسرعة من المكان ومن طريق مختصر. لكن جيري بيقول له يشيل ديفيد على ظهره كمان عشان يطلعوا هما الثلاثة. ودونرا بتكون مستخبية على جذع شجرة عشان تكون بعيدة عن القتال نهائيا. وواضح ان التلاميذ بدأوا في استعداداتهم عشان يقتلوا بعض في النهاية، حتى ان كيكو بتقدر تستخدم قوة السلاح عشان تقدر تقتل كل اللي يقابلها. لكن فجأة بتظهر اتاكا قدامها وبتبدأ الحرب بينهم. ودونرا لما بتعرف الموضوع ده بتكون مستغربة ازاي التلاميذ فجأة كده بيقتلوا بعض. وبنشوف جيري مع دايمون اللي بيطلعوا في الاسانسير عشان يوصلوا بسرعة، لكن بنلاحظ ان الولد قارئ الكتب بيعرف ان جيري طالع في الاسانسير معاه دايمون وكمان معاهم ديفيد، فبيقرر ان هو يقتلهم قبل ما يطلعوا. لكن طبعا بيحس جيري ان في غدر ممكن يحصل، عشان كده بيقتل القارئ اول لما بيوصل لان كان في نية عنده انه يقتلهم. وبتوصل رسالة على الجهاز بتاع دايمون ان هو بقى واحد من المشاركين في المعركة، فبيقول جيري ان هو كده كده هيحاول يطلع خارج القلعة وهتيجي شيانا عشان تقتله. وبعدها بنلاقي واحدة اسمها مي بتتكلم مع القطط بتوعها، فبيحاول ايريني انه يقتلها لكن واضح ان الموضوع بيكون فاشل. وبعدها بتطلع بره عندهم فبتلاقي واحد تاني كمان عايز يقتلها، لكنها بتقدر تخلص عليه بضربة واحدة. بعد كده بنعرف ان سبب القوة اللي عندها دي انها اتصابت من قطة عندها قوة خارقة، لكن بعد كده القطط دي ادوها القوة بتاعتهم. وبتوصل رسالة على جهاز مي بتقول ان دايمون شارك في المعركة، فبتروح عشان تقتله. لكن دايمون بيكون مع جيري لسه داخلين القلعة، فجيري بيحاول يحذرها ما تعملش حاجة، لكنها بتوجه نية قتلها ليهم هما الاثنين. فبيقدر جيري في النهاية انه يقتل القطط اللي بتديها القوة دي، عشان كده بتهرب مي بسرعة لانها بتكون خايفة من جيري. والحرب لسه مستمرة بين اتاكا وصاحبة السلاح الناري. اما بالنسبة لدونرا فبتكون لسه في مكانها مستخبية عشان مش عايزة تشارك في الحرب دي. لكن بعد فترة بتوصل احد زملائها واللي بتقول ان عندها قدرة التحكم في الارواح وكمان كل حاجة تخصهم، عشان كده بتحاول تهجم على دونرا، لكن في الاول بتاخد موكو تحت سيطرتها. وفجأة بيوصل جيري عشان يحميها. اما بالنسبة لباقي التلاميذ فبيكونوا في المعركة ضد بعض، لكن فجأة بيظهر جسم مانا واللي بياخد كل التلاميذ دي عشان قوتهم، بس هاتورو بيقدر يهرب منه. وبالنسبة لجيري فهو بيقتل البنت الشريرة دي في النهاية. واتاكا بتحاول انها تقتل صاحبة السلاح الناري، وجيري بيحس ان في انفجار هيحصل فبيخلي الكل يكون في ظهره عشان يحميهم. وفعلا بيكون واضح ان في حاجة خطيرة بتحصل، لكن حتى هوتارو مش عارف ايه اللي بيحصل بالظبط. لكن الضوء والانفجار ده اثر عليه، كمان بيأثر على اتاكا لدرجة انها مش بتكون قادرة تتحرك من مكانها واصابتها قوية جدا. لكن الروبوت بتاعها بيقول ان هي عندها خيارين، اما تستنى لحد ما يتم علاجها مع الوقت او تستخدم علاج التنين وتتعالج فورا. لكن اتاكا بتقول انها تستخدم علاج التنين، بس بعدها بتتحول على شكل تنين فعلا. وللاسف المكان كله بقى شبه بعض، عشان كده جيري مش بيكون قادر يحدد الحدود بتاعة القلعة لان هو عايز يخلي دايمون يخرج بره الحدود دي عشان تيجي الحكيمة شان ويتكلم معاها. وبنشوف اتاكا بعد ما بقت تنين وبتبعت الجنود بتوعها عشان يستكشفوا اذا كان في حد عايش لسه، ولما بتعرف ان جيري واللي معاه عايشين بتقرر تخلي الجنود يهجموا عليهم. لكن طبعا جيري بيقتلهم كلهم بنظرة واحدة، واتاكا بيكون عندها اصرار انها تقتل جيري واللي معاه، عشان كده بتروح عندهم لكن جيري بيقتلها هي كمان. وبيبدأ جيري في التحرك مع الفريق بتاعه عشان الحكيمة شيان تاخد بالها. وفعلا في
النهايه بتظهر الحكيمه شيان، لكن جيري مش بيتعامل معاها باحسن طريقه. في الاول بيسالها ازاي يقدر يرجع، لكنها مش بترد عليه فبيموت رجليها، وبتحاول الحكيمه شيان لسه انها تقاوم وتقتله، لكنه بيقدر انه يقتل ايديها المره دي. بعدين بيقول لها انه هيقتلها جزء جزء اذا ما سمعتش الكلام، وقالت له ازاي يقدر يرجع العالم بتاعه مره تانية. وبتقدر الحكيمه شيان انها تهرب من قدامه، حتى ان دايمون بيكون خايف جدا لانه سابها تمشي. بس لما بتوصل البيت بتاعها والمساعد بيدخل عليها بيبدا ان هو يتدمر قدامها جزء جزء. في الاول بيكون رجليه وبعد كده ايده، وشيان بتكون خايفه عليه جدا، وبتقرر انها تروح عند جيري مره تانية وتديله كل اللي هو محتاجه من معلومات. وفعلا بترجع مره تانية وبتقول له ان هو محتاج طاقه كبيره جدا عشان يقدر يرجع، لان البوابه السهله دلوقتي مش موجوده. كمان بتطلع من معاها جوهره فيها طاقه كبيره، بتقول له انه محتاج يجمع منها كتير عشان هي دي بس الطاقه اللي هترجعه العالم بتاعه مره تانية. وبيعرف جيري ان الجواهر دي بتكون موجوده مع الحكماء بس، لكن مش بيكون عارف هيجيب الحكماء دول منين. بعد كده بيطلب جيري من دايمون ان هو يعرف له الاماكن المتاح فيها الطاقه دي عشان يجمعوها، لكن دايمون بيكون معارض لجيري في انهم يسيبوا الشيان كده من غير ما يقتلوها. لكن جيري مش بيقتلها لان هو اخذ اللي هو عايزه منها. ولما بتحاول الحكيمه الشيان تمشي بتمسكها السيده مانا بجسمها عشان تاخد القوه بتاعتها واللي هتقدر ترجع بيها سيد الشياطين مره تانية. لكن بتحاول شيان الهروب كذا مره بس الموضوع بيفشل في النهايه. والشيان قبل ما تموت بتقول لها ان في واحد اسمه جيري هو ده اللي هيقتلها زي ما قتل اخوها قبل كده. وطبعا مانا بتتضايق جدا لما بتسمع الكلام ده، فبتكون عايزه تنتقم من جيري. وبنشوف 2 من الروبوتات نزلوا على المدينه فجاه، وواضح كده انهم بيدوروا على حاجه معينه. لكن فجاه جسم مانا بيظهر على المدينه كلها، ولما بيحاول ريك سيد السيف انه يوقفها مش بيقدر لان قوتها كبيره جدا. وبنشوف واحد اسمه هالوريس بيكون سعيد جدا باللي بيحصل لان هو اصلا خاين في قصر الملك من اتباع سيد الشياطين. وجيري بيوصل بعد كده مع اصدقائه عند هالوريس، وبعدها بيقرر يقتله عشان هو خاين. وبيشوفوا جسد سيد الشياطين بيكسر حواجز المدينه عشان يخرج منها للعالم كله. ودايمون في الوقت ده بيكون حاسس بالذنب لان هو السبب في اللي بيحصل ده. وبعدها بتتجمع مانا قدامهم حتى انها بتتكلم مع دايمون، واللي بيكون خايف منها جدا، وبتساله عن جيري عشان هي عايزه تنتقم منه لان هو اللي قتل اخوها. وبسرعه دايمون بيشاور لها على جيري لان هو خايف جدا منها. في الوقت ده بتحاول مانا انها تقتل جيري، لكن طبعا قوتها مش كفايه وبيقدر جيري يقتلها بكل بساطه. وبيقدروا كلهم يخرجوا من اسوار المدينه. بعدها ديفيد بيدلهم على مكان يرتاحوا فيه لحد لما يعرفوا يجمعوا جواهر يرجعوا بيها. لكن جيري بيكون واقعي جدا لان هو بيقول هيقدر يرجع مع دونرا بس لان الطاقه دي كلها صعب يلاقيها. فبتوصل العربيه فيها ريسكي مع يوميفيليا، وسيو بتخلي ريسكي تجري على جيري لانها بتحبه، وكمان بتحاول تساعده لما بتديله حجر طاقه من معاها. اما بالنسبه للملكه البطل فهي بتقول ان القوه اللي قتلت السيده مانا لازم ما تفضلش في العالم ده لانها خطر عليهم. اما الروبوتات فبياخدوا المستشار هاروتو معاهم، وبنشوفهم اخيرا كلهم راكبين العربيه في طريقهم لاقرب مدينه عشان يرتاحوا فيها. يا ترى هل جيري هيقدر يرجع العالم بتاعه مره تانية؟ وايه مصيره هو واصدقائه في الاحداث اللي جايه؟ كل دي احداث هنعرفها في الموسم الثاني من الانمي اول لما ينزل هنلخصه على طول. فلو عجبك الملخص ما تنساش اللايك والاشتراك، وقول لنا في التعليقات نلخص الموسم الثاني ولا لا. وفي النهايه ما تنساش صلي على النبي. اشوفكم في حكايه جديده، والسلام.